هني الربع يذبحون ذبايح ويذبحون تيوسه ويذبحون هدايه ويضربون الحرسي وانت دق بريولك في قبر هناك. قال علام، قال مسوي العزي، والله يستاهل فلان، ما شاء الله فلان ذابح يوم ميت ابوه قعودين، وبعدين كلوهن الربع وروحوا، واللي ابوه هناك يدق بريوله. انا مستغرب حقيقه، صلوا على النبي. ترى ما اظن ان العزاء حال الميت، العزاء حال من؟ حال الحي. الميت يلحقه بعد موته 3 أشياء بس. خلينك من هاي السوالف، لان مره خبروني واحد كلف عرس امه لا والله عزي امه 1400 ريال. لا اوقات بجيبهن فاتوره، يقول انا حقيقه الحين متبرع، لين يدبس الامور، وبعدين بجيب فاتوره للورثه، ترى انا مخسر على عزاء على عزاء جدتي 1400 يعطوني اياهن. توك متبرع، توك متصدق. قال لا يا ابوي ماشي صدقه انت وعد ما تحجون صدقه. الناس شالين جنازه امه ويذبح ذور. ايش الفرق بين العرس والعزي؟ سامحوني، ايش الفرق بين العرس والعزي؟ أن تكون هناك حزين وهناك تكون فرحان بس. ينقطع عمل ابن آدم إذا مات، كملوا معي، إلا من 3. ايش؟ صدقة جارية. وترى الصدقة تختلف عن الوليمة، خلوها ببالكم، شيء صدقة وشيء وليمة. صدقة لمن؟ للفقراء والمساكين. والوليمة تعال الشيخ وتعال الشيخ حسب مخابيك، كبار تراك انت في المحراب، ولو ما تقبل مغرب بتخلى هناك. زين انا ما اعرف اصلي، لا انت الشيخ حبيبني، يا الله تعال ليش يندرم باب مسير ولا محير؟ عم تو الشيخ يا سيدي. مجاملات عجيبه، حتى في العزيات مجاملات، في العزيات مجاملات. إذا واحد من تعال شيخ أنت لا تخابر، ها سيدة وحن دقاقة صينية عاد مجهزين ومسوين، تعالوا خابروني. قال لا من انتو حن كيف سوينا؟ نقول لا حد يخطف عليني، ماشي فايدة. على مرة واحد من الناس ميت أمه وعنده أخوة، وهو بس يجون الناس هو واخوته مساكين، ما حد يقول لهم كم تدنجوا. هيلك لما ميت امهم لا وقعت يطلبونهم، فلان تعال الشيخ فلان يسأل عنك. زعلان ما يجيني، ترى انه معزم امي ميته وتشوفون دموعي بين الخدوديه، لكن مسكين ترى ما باين. يا جماعه خلونا الحق حق. ينقطع عمل ابن ادم اذا مات الا من ايش؟ صدقه ايش؟ وعلم او علم ينتفع او ولد صالح يدعو. اذا العزيات ما من الصدقه. العزاء حق من الحي، الميت خلاص. والحي اني ما وقت ضيافه. انا مره قالوا لي خلا بنروح نعزي، قلت لهم ما اجي، بمشي روحي. قالوا كيف؟ قلت لهم اعرفكم بتمشون قبل الغدي بشويه. عشان ايش؟ فيها روس المساله. الحين ما امشي وحدي بس. انا اجي لهم يا من الغبشه يا نص النهار يوم يطيرون سحره. لكن هذه الاوقات لا. مره مشيت اعزي ناس قالوا لي بنحلف، قلت لهم حلفوا 100 يمين وعليكم على كل يمين كفاره. والناس وايد يبون وزران ويبون دهاديش، يطعم 10 مساكين او ايش؟ او كسوتهم او تحرير رقبه. وانا مروح عنكم واتصلت بحد من الاخوان قلت له سوي لي غدي وانا بيتغدي معك.